الإخوة الأصدقاء، ساعات ونستقبل شهر رمضان الكريم، كل عام وأنتم بخير. في هذا الشهر المبارك يكون عادة سبب للإقلاع عن الكثير من العادات السيئة والضارة بالصحة، ويمكن أهمها التدخين. بتبقى فرصة عظيمة في خلال شهر رمضان للإنسان أن هو يتعود الإقلاع عن هذه العادة الضارة. يسعدنا أن يكون معنا ومعكم عبر موجات صوت العرب الأستاذ الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. دكتور مجدي، بنرحب بحضرتك معنا عبر موجات صوت العرب، وكل سنة وحضرتك طيب. اهلا بحضرتك وبكل المستمعين في الوطن العربي. أهلا بيك. رمضان كريم كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. وخلال هذا الشهر كما تعودنا وكما ذكرت، عادة التدخين بتبقى فرصة عظيمة للإنسان إن هو يقلع عنها تماما أو يقللها بقدر الإمكان. يعني نصايح حضرتك اللي هم المدخنين بشراهة يعني. يوم 31 العالم كله هيحتفل بمكافحه التدخين، بس احنا عايزين نحتفل بيه في شهر رمضان وما بعد رمضان. تمام. بنلاحظ ان احنا لازم نعترف ان هناك زياده في معدلات التدخين في الشباب والمراهقين والمراهقات والفتيات والنساء في الوطن العربي. هناك انخفاض بشكل عام في هذه الفئات المماثله في الغرب، اه. نتج عن الثقافة ونشر المعلومات والإعلام المفيد هناك. ولكن خلينا في شهر رمضان بنقل عن عادات كثيرة جدا، بنصوم عن التدخين خلال نهار رمضان. العالم كله الإسلامي بيتمتع بنهار خالي من الملوثات اللي هم حوالي 7000 مادة، اللي بتؤدي إلى مقتل حوالي 7 مليون إنسان كل سنة بسبب هذا التدخين. يبقى ليه ما نصومش كمان في ليل رمضان عن هذه الملوثات؟ وليه ما نصومش كمان بعد رمضان طالما احنا عرفنا ان هذه الملوثات قاتلة وهي سموم ليا والمحيطين بي، لافراد اسرتي والجيراني والزبايني والبشرية بشكل عام؟ يبقى لازم نقتنع ان اصبح العالم كله دلوقتي متأكد ان التدخين ضار، مش بس يؤدي الى السرطانات، لا ده قبل ما يسبب سرطانات بيؤدي الى نقص المناعة، ده بيؤثر على الذكاء، ده بيسرع من الزهايمر، ده بيسرع من النسيان، ده بيقلل ادائي، ده بسبب من عدوانيتي وبيسبب من السلوكيات العدائيه عندي بالاخرين، بيخلي خلقي يضيق، بيخليني افشل في حياتي الزوجيه وافشل في حياتي الاجتماعيه، بيخلي المدير بتاعي وزملائي مش مبسوطين معايا، بيخلي زبايني تطفش مني. يبقى واضح ان في علاقه بين ال 7000 ماده اللي بينبعثوا من دخان التبغ، سواء كان سيجاره او شيشه او غليون او بايب، وده كله ادى الى تلوث كوكب الارض بشكل عام. وكفايه تلوث كوكب الارض لان في احتباس حراري، وفي حتى الطيور اصبحت بتموت والحيوانات بتبقى نافقه بسبب التلوث اللي في العالم كله، مش بس الانسان. يبقى خلينا كل واحد فينا على قدر الامكان يعمل خير له والاهله وللبشريه والمحيطين به، ان احنا نمتنع ونمنع الاخرين ونعود انفسنا طالما احنا بنقدر نمنع بالنهار نمنع تمام. بالليل. الإقلال بحجم التدخين يعني بالتدريج ده طبعا هيؤدي إلى ولو في إن عزيمه هو لو ممكن في عزيمه يبطلها لو في خالص. عزيمه قويه، لو في عزيمه جيده، ايه المشكله ان انا انسى خالص كلمه دي التدخين، وابتدي بعد كده يبقى عندي الاراده القويه؟ وده اهم شرط عندنا من الاقلاع عن التدخين، احنا ندوس عليها بالحذاء. طب دكتور مجدي، أنا ممكن أعوض إحساسي باحتياجي للتدخين بإيه؟ ان يعني احنا ممكن أخد بنشرب بداله. بنشرب ميه بوفره، بناول بطاريات الميه اللي هي الكوسه والخيار، وناخد الاغذيه الورقيه الخضراء، ونمارس الرياضه قراءه رياضه المشي. الثلاثه دول يبقى الميه والخضروات الورقيه والمشي وجد فعلا انها بتساعد فعلا على الاقلاع عن التدخين. بس اللي يسبقها اللي هو القناعه التامه بان ده خطر وده ضرر، والاراده ان انا عايز ابقى بكره احسن من النهارده. انا بصوم عشان ايه؟ عشان اعدل سلوكي، عشان تمام. اتقرب الى الله، بتخلص من ذنوب بيغفر لي. يبقى هكذا ما تخليش المحصله بتاعت الاضرار بتاعتك والسيئات تزيد طبعا هي الإرادة نمرة واحد. بضرر الاخرين. تمام. أستاذ دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، التدخين وآثاره الضارة على الجهاز المناعي للجسم كما حضرتك ذكرت. هو شوف حضرتك، التدخين طبعا يضر الجهاز المناعي، بحيث ان هو اول حاجه ان هو بيقلل من كفاءه خلايا المناعه، يقلل من المناعة المخاطية، يؤدي إلى فقدان الأهداب وشلل الأهداب. والأهداب هي الحارس الديدبان الذي يحرس الخلايا المبطنة للتجاويف الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز التناسلي وقناة أوستاكيوس وقناة بين المبيض والرحم. كل القنوات دي، كل المجاري الهوائية والتنفسية تحتاج إلى أهداب
تنظف الأسطح وتطرد الميكروبات وتزيل الميكروبات وتزيل الأجسام الغريبة. عند التعرض لسموم التدخين تصبح قزمة، يعني أقل في الطول، ضعيفة في القوة والضربات، وممكن أن تنشل وتختفي تماما بسبب التدخين. أيضا وجد أن التدخين يزيد من الشوارد الحرة. الشوارد الحرة وهي جزيئات ضارة تتراكم في الأنسجة حتى في المخ نفسه، وتؤدي إلى الإقلال من كفاءة هذا النسيج، سواء كان مخي يقل ذكائي ويقل تركيزي، سواء كان وعاء طلائي زي مثلا شريان، ممكن الشريان ده بسبب التدخين يصير تصلب شرايين وينسد ويحصل فيه جلطات. الشعب الهوائيه يبقى قدرتها على تجديد الخلايا تقل. كل انسجه الجسم تنضر بالتدخين، حتى الرحم، حتى الجنين في بطن امه يئن ويقف نموه ويتاخر خلال عمليه التدخين. تمام. يعني الأضرار كثيرة ولا جدا حصر جدا لها. جدا. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين، وحضرتك قلت هو في نهاية الشهر بإذن الله، يمكن بعض الدول اتخذت بعض الإجراءات من خلال المؤسسات أو الأماكن العامة بتخصيص أماكن للتدخين أو توقيع بعض الغرامات، ولكن هذه العقوبات لا تأتي بنتائج بخلاف الإرادة. طبعا الإرادة هي اكيد اللي اكيد. هتكون هو السبب. في بعض الدول عملت طفايات في الشوارع على شكل عين، عشان لما تيجي تطفي السيجاره كانك بتحرك العين تقولي كده التدخين يؤدي للعمى. في بعض الدول ادت الى ان هو لما بيجي يعمل الطفايه يعملها على شكل رئه، عشان تيجي تطفي السيجاره تفتكري، وهكذا. يبقى مهم قوي ان احنا ننشر الثقافه وكلنا نوصي بعض، والاعلام يبطل ان هو يمجد الدراما الخاصه بالتدخين. تلاقي البطل زعلان بيدخن، البطل فرحان بيدخن، لان الدراما الرمضانيه مشهوره ان في بيعبثوا بالسيناريو بحيث اللحظه لازم كل يوم 5 أو 6 مشاهد فيها تدخين بصوره غير مباشره، هو ممنوع. ولكن بصوره غير مباشره شركات التبغ بتصل لواضعي هذه الدراما، فبالتالي الاطفال والنساء لما بيشوفوا هذه الاشياء بيعتقدوا ان هذه المشاهد طبيعيه، وده خطا كبير طبعا ده جدا. مش عادي. والمشاهد السينمائيه والتلفزيونيه احد الاسباب الرهيبه التي ادت الى دخول فئات كثيره في المجتمع في الشرق الاوسط في بوابه التدخين. طبعا مع نشر الوعي الثقافي نأتي بنتاج وثمار جيدة. الأستاذ الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري طب الأطفال، بنشكرك شكرا جزيلا، وكل سنة وحضرتك طيب. شكرا جزيلا، كل سنة